صباح الفل. كلام يهمك مع هشام أنس. النهارده حاجة من الحاجات نفسي أتكلم فيها قوي، موضوع السواقة في مصر، لأن بصراحة الواحد بيبقى مش عارف، مش لاقي اتجاه، مش عارف أعمل إيه. يعني باحس إنه يعني الموضوع بالفعل محتاج إن إحنا نتعامل معاه بمسؤولية. مين بقى المسؤولية؟ مش عارف بصراحة، مش عارف. أنا مش عارف يتضبط إزاي. يعني مش عارف. أنا عندنا كم من البرامج المهولة، وكم من الإعلاميين المهولين اللي عمالين واخدين مساحات كبيرة قوي. مش عارف ليه واحد فيهم ما يمسكش مثلا حاجة كده. واحد يمسك توبيك بتاع مثلا نظافة، واحد تاني يمسك توبيك بتاع يحطها 5 دقايق كل يوم، بدل اللي هو كل يوم بيتكلم بتاع ساعتين 3، والكلام في الآخر المحصلة النهائية ما بناخدش حاجة. طب ما تمسك حاجة مفيدة، ما تتكلم. يعني أنا مثلا من الحاجات اللي بقابلها وما بسكلش، هي عايزة إيجابية. يعني مرات أنا على الاوتوستراد دايما الساعه 6 الصبح بتلاقي واحد ماشي عربيه هي فيها عفوا زباله، والزباله دي مش مغطيها وبيطير على الاوتوستراد. يعني انا مره وقفت قدام الراجل، وطبعا وقفت بشكل عنفواني، قلت له لازم تغطي الحاجه، وبالفعل طلع عنده غطا. فالايجابيه، طيب هل من الايجابيه اللي انا بعمله ده، ولا ده مش دوري؟ طيب هل احنا في مسؤوليه علينا في كده، ولا الموضوع حكومة بس؟ ما الموضوع ما فيش حاجة اسمها حكومة بس. يعني احنا حتى دلوقتي في بعض الدول يقول لك، في مثلا في السعودية يقول لك لو لقيت مخالفة اعمله ابعته. يقول لك انت لما يشوف واحد عمل مخالفة يبعتها وياخد صورة للوحة ويبعتها، وفي لينك مفتوح لحاجة زي كده. لما بتمشي عربيات نقل كبيرة قوي معناش نمرة، حاجة غريبة جدا، وشايله رمله وبتمشي بسرعه جنونيه. طب نعمل ايه؟ يا ريت الجماعه الاعلاميين انتوا في مواضيع كتيره جدا تقدروا تساعدوا الحكومه بيها، تقدروا تبقى العين للحكومه. الحكومات بتحتاج الاعلاميين يديهم الحاجات اللي عايزه تصليح. طب ما حدش بيفكر في كده ليه؟ بتمشي على الدائري بحس انها سلطه، مفيش خطوط. طيب الرخصه بتتعطي ازاي؟ مش عارف. مش عارف هل هي مشكله الرخصه اللي بتتعطي، ولا مشكلتنا احنا، ولا مشكله الوعي بتاعنا، ولا ايه بالظبط؟ طب النتيجه بتاعتها ايه؟ النتيجه بتاعتها انك انت بتحس انك انت ماشي اكروبات. طب الاكروبات دي هتفضل شغاله على طول؟ دورنا ايه؟ لازم لازم نفكر فيه. انا عن نفسي بقول ان لو الاعلام، المرور الزام قوي جدا جدا. في مره برضو واحد كان ماشي والتراب ده بتاعه وعمال مغرق الدنيا، وقفته برضو كان في الشارع الموازي للدائري، وحط الحاجه، عندي الفيديو اللي هو ده، وحط. طب انت عندك الغطا يا سواق، يا عم السواق، عندك الغطا، ما بتغطاش ليه؟ يعني انت مبسوط قوي انك انت داير تطير رمله. يعني شبكه الطرق اللي اتعملت في عهد الرئيس السيسي رائعه، بس تعالى بقى شوف الرمل اللي في كل حته، بالذات اللي حوالين الدائري، الخطوط الجديده ديت ليه؟ طيب بسبب انه الاخ اللي بيمشي بعربيه نقل عليها رمله مش مغطيها. طيب سايبين الناس دي ليه؟ ما اعرفش. انا مش عارف. اتمنى من ربنا اي حد يسمع الفيديو ده وعنده سلطه في اي حاجه يقدر يعملها، نعملها عشان بلدنا تبقى جميله، لانها جميله. شكرا.